ترى قيادة الحزبين أنه من أجل تفعيل الدستور وفي غياب أي حوار وطني كان من المفروض أن تشرف عليه الحكومة، احنا كحزبين غناخذ مبادرة ديال فتح حوار وطني مع كل النقابات والجمعيات ديال المجتمع المدني وكل الأحزاب اللي عندها استعداد للانخراط في تفعيل مقتضيات الدستور وتفعيل المقترحات القوانين التنظيمية، خاصة من بعد الهجمة الشرسة للحكومة في هذا الأسبوع بإعطاء تأويل سلبي للتعامل مع مقترحات القوانين التنظيمية. لا يمكن أن نقبل أن نتراجع حتى على ما قبل دستور 2011. مقترحات القوانين التنظيمية حق مشروع. اليوم هذه الحكومة تلتف على كل مقترحات المعارضة، ومني ما وجدتش لها الوسيلة باش تلتف عليها الآن خرجت لها بطريقة مباشرة وقالت ودي مقترحات القوانين التنظيمية يتطلب الأمر مشاورات بشأنها، ولذلك لا يمكن أن تكون المبادرة إلا حكومية في هذا الإطار. سنعتبر أن هذا أكبر مس بالديمقراطية. الحكومة كل شيء عارف المنزلقات والخطورة ديال التعامل رئيس الحكومة لا في الداخل ولا في الخارج. إذن كاين تشويه حقيقي الصورة المغرب في الداخل وفي الخارج طرف رئاسة الحكومة. ما حدث مؤخرا والتعامل ديالو كرئيس حزب حتى في الملتقيات الدولية والتي يمثل فيها الملك اللي هو رئيس الدولة، هذا تهدد العلاقات الدولية ما بين المغرب، مابقاش تهدد غير الاستقرار ديال الوطن. والآن الوزراء تعتبروا أن الحكومة حكومتهم والبلاد بلادهم والشعب شعبهم، ولا يأبهون لا بالمعارضة ولا بوسائل الإعلام، بحيث في خطابهم الكل مشوش، وسائل الإعلام مشوشة. وصل رئيس الحكومة تيقول مرته هي اللي قالت له أن الدوزيام راه ضدكم. يعني وصلنا لواحد المواصل اللي عمرنا ما شفناه في حياتنا وفي حياة المسؤولين في هذا الوطن اللي عنده تاريخ كدولة ديال 13 القرن. إذا الحالة وصلت زعما الميوعة. يجدد الحزبان عزمهما على تعبئة إمكاناتهما لتنفيذ كل الاتفاقات التي نص عليها ميثاق العمل المشترك، ويقرران ما يلي: أولاً، دعوة كل الأحزاب والنقابات والجمعيات إلى حوار وطني من أجل تفعيل المقتضيات الواردة في الدستور ومواجهة محاولات الزيغ عن الأهداف النبيلة الواردة في نصه، وذلك في إطار منهجية ديمقراطية لفتح نقاش شامل حول هذه الوثيقة المؤسسة وإشراك كافة الطاقات والتوجهات الوطنية لوضع الأسس الحقيقية للملكية البرلمانية كما نص عليه الإصلاح الدستوري. ثانياً، التحضير المشترك للاحتفال بفاتح ماي 2014 للتعبير القوي عن الرفض القاطع للسياسة الاجتماعية للحكومة، ومن أجل تعزيز العمل الوحدوي للمركزيات النقابية وحماية الفئات الشعبية من التوجه الرأسمالي المتوحش. ثالثاً، تنظيم قافلة مشتركة للتعبئة والتنسيق القاعدي بين الحزبين، وذلك بعقد اجتماعات مشتركة بين المسؤولين في الجهات والأقاليم بهدف تفعيل التحالف والتنسيق على كافة المستويات. وسيتم الإعلان لاحقاً عن برنامج هذه اللقاءات. رابعاً، تكوين خلية مشتركة بين الحزبين قصد التنسيق الدائم.